السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. اليوم استكمل معكم الجزء الثاني من حياة الشاعر الكبير عبد الله بن محمد بن جار الله الفقيه من قرية ربع. هو من مواليد سنة 345 هجرية، وعمر تقريبا حوالي 83 سنة، لأنه توفي سنة 1428 في 26 من شهر الله المحرم في مكة المكرمة، ودفن هناك عليه رحمة الله وعلى جميع أموات المسلمين. طبعا هذا الشاعر كتب أغراض الشعر النبطي وأغراض شعر الشقر بكل أنواعه من المدح والرثاء وغيره، وله قصائد كثيرة جدا: قصائد في الوطن، قصائد في أزمة الحرم عام 1400، قصائد لما الملك فهد زار المنطقة رحمه الله عندما كان وليا للعهد. كذلك له قصائد طبعا في يعني احتفالات المنطقة، وله قصائد في كذلك بعض يعني المناسبات العامة، سواء في قريته في رباع أو في بعض القرى المجاورة. رحم الله شاعرنا الكبير عبد الله بن محمد بن جار الله الحسني الزهراني. وإليكم هذه القصيدة، وهي من أمتع القصائد التي مرت علي بينه وبين الشيخ والشاعر عبد الواحد بن بستور من قرية بطيلة من بني عامر بقبيلة زهران. يقول عبد الواحد بن بستور، وهو من عراف زهران ومن كبار يعني الشخصيات الذين أعرفهم وعرفهم كثير من الناس. يقول عبد الواحد بن بستور في البدعة، يقول: يا الشيخ عبد الله كم مريت غامد وزهرا، فاتوا وفاتت عصور أهل السعد والحياء. يا الشيخ عبد الله كم مريت غامد وزهرا، فاتوا وفاتت عصور أهل السعد والحياء له، ونطلب الله جليل الملك جنة وغفرا. يا كم نظرنا وجينا من ديار ومريت، تغيرت في طوال الدهر من 7 راضي، غيثان لو يتقدم ما يجيني صغير. جبال الرد: مني تحية لبن بستور ورد وزهرة. رد بن عبد الله الفقيه: مني تحية لبن بستور ورد وزهرة، بالله يا صاحب المعروف تغدي بها له، والله من ساك لو سافرت من سد ظهره، لأنك شبيه العسل دائم والأخبرك مريت. يا شيخ ترضي جميع الناس والسبع راضي، وهرجتك مثل صوت النمل مني صغيرة. اسمع يا أخي، اسمع هذا الكلام: وهرجتك مثل صوت النمر مني صغيرة. يعني كلامه مثمن، ما هي زي هدرة النمر، ما هي زي صوت النمر لما طبعا يزعر بصوته. أو فهذه بعض القصائد التي بينه وبين بعض الشعراء. وعندنا قصيدة هنا له، يعني القصيدة هذه بينه وبين نفسه، ولها يعني هدف، وأنا إن شاء الله أني عرفت هذا الهدف. اسمع يقول: طبعا القصيدة ترى لها مناسبة كبيرة، حتى ما حد يلومني. المناسبة زواج امرأة من بالحكم راحت قرية الصغر، وأنا أعرف المناسبة وأعرف البيت الذي تم الزواج فيه. وكانوا بني حسن مستعدين لاستقبال بني كنانة، ولكن بني كنانة جاي وفد كبير وقرب الحكم كثيرة، وجايوا برجال كبار وشخصيات كبيرة، وهم كلهم فيهم الخير. وحضر الناس معهم أسلحتهم: البنادق، البلاجيك والفرود والجنابة والسيوف، وكان المعراض مهول، كما روى لي أحد الأخوة الذين حضروا هذا المعراض وهو من أبناء بالحكم. يقول الشاعر عبد الله الفقيه ترحيبا بالحكم: مرحبا يا حكم زهران يا محكمين الكل شو، مرحبا عد ما صلى المصلي وسبح من سبيحه، وأعداد الحياة لا عاد رؤوس الجبال وسهلها.
جوف دار كمرض الذي ما بناها إلا الصحابة كن موسى كليم الله جبريل بين حصونها. الله الله لا من اجتبرنا ورشدنا العسيري يلتفت في مطالق وبندق وهمه يجري والتراحيب مروا سلم سرا ونا عنهم نيابه يأذوا بالحكم حتى تدين الحجارة مرحبا. يقول ما ضقنا من جيتكم الله يحييكم بني حسن برضه فيهم الخير والبركة. اسمع الرد أنا طبعا أوردتها في الجزء الأول في البدء. قال أين حن زهران من أين حن زهران واحد أين حن زهران واحد من جبل دوس لا دار الصقور في بني سا ومن الحجر لا وأنا لا والمنزل لا سبيحة وان طلبت المثائف انحن بني يوسف أهلها وان طلبت المثائف انحن بني يوسف أهلها. لو دعانا ولي العهد يأكل من عقل الصحابة لا تضل البيالق لا فلسطين ما تحصونها. الله أكبر. وانعزمنا على إسرائيل نوريهم الكيد العسيري. عازم أن نغتنمهم لا أيضا نحمر الدم ينجلي. نحمد الله عاد الشيخ والشرع منا والنيابة كل كافر عزمنا نقتله مثل قتلة مرحبا رحمه الله. وهذه القصائد من القصائد العظيمة التي تتكلم عن تاريخ زهران العظيم. من القصائد الأخرى قصائد اللي فيها يعني فن وإبداع في الغزل. شو اسمع ماذا يقول. اسمع يقول يا جوف بغداد الأخضر لك علامات عشيت حتى خيوط الذهب تنشاف بين المسائم في متجر ما يعدونه لصوص ولبشان المتر ب4 جنيه كان حد سامح له ما يطلقونه من الدكان حتى يجبرك كل تمناها يعلم عن منياتها الرب. الله يا مسرع التجار لا فيزعوا له ويغرسون القفل في مغلقه غير سيه دكت عليها المكائن يا دم كيانه دكت عليها المكائن يا دم كيانه يعني المكائن شدت عليه. اسمع الرد. يقول يا شرطة الباحة كم ليلة بها ما تعشيت. يا شرطة الباحة كم ليلة بها ما تعشيت عندي عشاء غير يجيني حزاز المساء ما هو بهم على روحي ولكن لي شر يغيب عني مدير الشرطة وانساء محله. يقول خلك في التوقيف حتى يجمرك يا حارس الباب لا تغفل منه يتهرب. وبعد وكيل ما رضي في زعوله. ليش الزعل ضد ابو جار الله من غير سيه. يقولون عبد الله يتربى يعيد مكانه. يقولون عبد الله يتربى يعيد مكانه. طبعا هذه لها قصة يعني هو حصل له موقف كذا ورحمه الله يعني خلد هذه القصيدة بهذا الوصف العجيب. وكذلك يعني تعرض لتوقيف وهي يعني في أمر ما لا أعلمه والله. تحياتي للجميع وهذا هو الجزء الثاني وانتظروا الجزء الثالث إن شاء الله قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.